لو سمحت، اتفضل. كيف أعلم أن الله راض عني؟ الله، سؤال جميل جدا جدا ما شاء الله. الله سبحانه وتعالى قد خبأ رضاه في طاعته، فلا تعلم أي طاعة تقربك إلى الله سبحانه وتعالى. يعني إيه الكلام ده؟ يعني اوعى تستصغر عمل أنت بتعمله، لأن ممكن يكون هو ده باب الرضا اللي بيدخل لك منه رضا المولى عز وجل سبحانه وتعالى. مثال: أحب الأعمال إلى الله ما دام وإن قل. مثلا ركعتين قيام ليل بس أنا مداوم عليهم العمر كله. مثال: جبر الخواطر وبيسعى لحل مشاكل الناس. ما هو ممكن يكون ده باب من الأبواب اللي بيدخل لك منها رضا المولى عز وجل. المداومة على الرواتب، المداومة على الأذكار، المداومة على مثلا نشر الابتسامة، نشر الخير بين الناس، ومعاملة الناس بالحسنى، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: التبسم في وجه أخيك صدقة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالشاهد في الكلام إن احنا ممكن هي اللي فيها رضا ربنا سبحانه وتعالى، والله أعلى وأعلم. جزاك الله خيرا. جزانا وإياكم إن شاء الله، أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، وأن يستخدمنا ولا يستبدلنا.